تفتكر ايه هي اسوأ حاجة ممكن تلاقيها وانت بتصلح الموتوسيكل بتاعك؟ موتور بايظ، تانك متخرم، ولا شاسيه معوج مثلا؟ لا 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 لا، تخيل تلاقي فندق 5 نجوم للفيران جوه الياماها ار 6 بتاعتك. اه والله زي ما بقول لك كده بالصحاب. تعال نشوف الكارثة اللي حصلت للموتوسيكل ده. بس في الاول ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان انت بتتفرج يا ابو الصحاب من غير ما تعمل اشتراك. تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو. يلا يا عم، مستني ايه؟ انزل دلوقتي اعمل لايك، وما تنساش اهم حاجه تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنتكلم عن الموتوسيكل من اكتر الموتوسيكلات المحبوبه بين الركيبه، وهو ياماها ار 6، وخصوصا موديل 2008. بس مش اي ار 6، دي واحده بقصه غريبه جدا. ولو عايز تفهم اكتر عن كل الموديلات بتاعه الموتوسيكل ده، فكنا عملنا فيديو عن تطوره وايه الفرق بين كل موديل في الار 6. الفيديو ده هيعجبك جدا. الموتوسيكل اللي معانا ده صاحبه كان راكنه في عشه ورا البيت لمده سنتين كاملين. بصراحه انا ما اعرفش هو جاله القلب ازاي يعمل الحوار ده. وفي يوم حن عليه وقرر يشغله، بس لقى ان البطاريه ماتت وترمبه البنزين مش راضيه تشتغل. قال لك خلاص ابيعه على حاله كده. وطبعا صاحبنا قال دي فرصتي، ولما لقاه معروض قال لك هشتريه، وفعلا اشتراه بسعر رخيص جدا. بصراحه من بره شكله معقول، شويه خدوش، رفرف قدام مشروخ، الزيت نازل من المساعدين الامامي، شويه بلاستيك متكسر، يعني شغل تصليح عادي، والموضوع مش حوار كبير يعني. بس اول ما قرب اكتر حس ان في حاجه غلط في الموتوسيكل ده. التراب والوساخه كانت مغطيه كل حته في الموتوسيكل، وده بسبب فترة السنتين بتوع الركنة اللي قلنا عليهم. طبعا انت لو بتشتري بايك بالشكل ده من بره هتنخدع فيها، لان فعلا الحالة بتاعته اللي هتبان قدامك حالة جامدة جدا، بس لما هتقرب منه شوية هتلاقي اللي بره عكس اللي جوه خالص. صاحبنا شال الكرسي والتانك عشان يبدأ يشوف العطل، وهنا كانت الصدمة. لقى عش فيران بالحجم اللي يخليك تقول هو دي غابة ولا ايه، كلها خيوط سجاد، واي حاجه الفيران يقدروا يلموها ويحطوها في المكان ده كانوا بيلموها. وكمان كان معاهم هديه كده خاصه لصاحب الموتوسيكل بقى، اسلاك متقشره لحد المعدن. الفيران كانت ساكنه جوه الموتوسيكل ده، والفضلات بتاعتهم حرفيا في كل مكان جوه البايك. بدأ يشيل العش من جوه الموتوسيكل، وكان مرعوب ان هو يلاقي فار يجري على وشه، وعلى ان حجم كف ايده كبير الا ان العش كان اكبر من حجم ايده، فده يدل ان في عيله كامله كانت عايشه جوه الموتوسيكل ده. طبعا الريحه كانت قويه قوي عليه يا عيني، وهو قريب قوي من العش ده، والاسلاك متاكل منها البلاستيك كله. فقال احنا كده محتاجين نعمل عمليه تنظيف شامله. شال الفيرن كلها، الوش الامامي كله شاله، وكمان شال التانك، وبدأ يظهر كل البلاوي اللي تحت الكلام ده. قرر يفتح علبة فلتر الهواء، وفعلا لقى أثر أقدام صغيرة بتاعة فيران داخلة جوه. وكعادة بقية الأسلاك إن أكتر الأسلاك كانت مقطوعة، وفضلات الفيران في كل حته. وكمان لقى حشره صغيره قاعده ومستريحه جوه. قال لازم يفك البوابات عشان يوصل اعمق ويكمل عمليه التنظيف. بالنسبه له الريحه بتاعه الموتوسيكل ده كانت حاجه بشعه. البلاستيك اللي طلعه كله ودى الزباله، ورغم عمليه التنظيف لسه في حاجات عايزه تتشال. واضح ان الفيران كانت فعلا عامله حفله جوه، والحفله دي بقالها فتره كبيره قوي. هو كان عامل حسابه ان هو لما يجيب الموتوسيكل ده يا دوب هيغير له الفبر بتاعه والموضوع يمشي تمام. بس الموضوع طلع اكبر بكتير من اللي كان متخيله، ولسه الضفيره كلها محتاج تتشال ويركب واحده جديده. جاب ضفيره اصليه، هي اي نعم مستعمله بس اصليه، نفس الموديل ار 6 موديل 2008، عشان كل حاجه تبقى تمام ويريح دماغه. اول خطوه بقى نرمي الضفيره القديمه ونبدا نشيل كل حاجه بايظه ونركب الجديد. فك الضفيره القديمه تقريبا كلها، ولسه في شويه بواقي من هجوم الفيران. حتى الفوم اللي جوه كانوا مفطسينه وعاملينه وجبه تقريبا كانت بتساعدهم على الهضم ولا حاجه. لقى سلك النيجاتيف بتاع الستارتر متاكل من بره، بس الحمد لله النحاس جوه سليم، لفه بشكرتون ومشى الدنيا كده يعني. لكن كمان حساس الحراره متاكل خالص، وده لازم يتشال عشان ما ينفعش يتساب بالحاله دي. الموتوسيكل لسه مليان تراب ووساخه، فالمكنسه اشتغلت تاني، وبعد كده رفع الرادياتير شويه عشان يوصل للبوجيهات، وتفاجئ ان الكويل رقم 3 مش متوصل اصلا. جه بقى وقت الشامبو السحري اللي هو بيحب يستخدمه، وده اسمه جانك انجن شاين. رش كل حته، المساعدين، رش الجنط كمان جنب الموتور كله، وكمان رش الوشوش والموتور بالشاسيه. كل حته اترشت حرفيا بكل تفاصيلها. وبعد ما خلص تلميع الاجزاء دي كلها، الموتوسيكل بدأ يلمع زي اول يوم اكنه جديد لسه طالع من المصنع حالا. انا مش عارف هل المنتج ده موجود عندنا ولا لا، بس متهيألي اكيد في بديل، فاللي يعرف بديل للمنتج ده يكتبه لي في الكومنتات. الخطوه اللي بعد كده ان هو ركب الضفيره الجديده. طبعا لازم يتاكد ان كل التوصيلات مظبوطه عشان لما يجي يشتغل البايك مفيش حاجه تضرب الكارت او تحصل مشكله. ورجع البوابات مكانها، غير علبه الجاكمان اللي كانت موجوده لانها كانت علبه او حرفيا هي كانت صفيحه زرقاء مش علبه جاكمان، غيرها بواحده ثانيه. رجع صندوق الهواء بعد ما نظف الفلتر،
والكلام ده فتح التانك لقى البنزين لسه شكله نضيف رغم انه قديم. قرر انه يجرب الحظ ويشوف الدنيا هتشتغل ولا ايه. لف المفتاح كذا مره والعمليه ديت بتحصل عشان البمب يملى الخطوط ويملى الخراطيم كلها بالبنزين. ضغط ستارت والموتور اشتغل والصوت كان ناعم وهادي اكتر مما يتوقع. دلوقتي بقى لازم ندي الموتوسيكل صيانه محترمه. بدا يغير الزيت والفلتر بتوع الموتوسيكل. جاب فلتر معمل له لوب جاهز، وده معناه ان الجوان بتاع الفلتر فيه زيت، يعني مش محتاج تدهن زيت عشان يركب مكانه. بعد كده غسل دوره التبريد لان الميه حرفيا كان لونها بني ومقرف وريحتها معفنه وحاجه بص تقرف الكلب، والكلام ده كله كان بسبب الركنه طبعا. فضل الميه القديمه وعمل تغيير كامل للكبس. بعدين بص على المساعدين الامامي وزي ما قلنا في الاول ان كان في كارثه ان الزيت نازل منه والسيل بايظه، فقال خلاص هنفك المساعدين نغير الاويل سيل بتاعته ونحط زيت جديد. عمل صيانه للمساعدين زي ما الكتاب بيقول بالظبط، وفعلا رجعهم زي الفل اكنهم جداد حرفيا. وبما ان الموتوسيكل مفتوح قدامه قال نظبط الكاوتش اللي قدام بالمره. الكاوتش القديم كان شبه ممسوح، فركب واحد مستعمل كان موجود عنده في الجراج لكن حالته ممتازه. طبعا هو بيعرفنا في الفيديو اللي هو جاب مكنه كاوتش جديد ودي سهلت الدنيا عليه جدا. فضل هوا ركب الكاوتش الجديد في اتجاه الصح، لان انت عارف يا ابو الصحاب ان في سهم جوه الكاوتش لازم الكاوتش ده يتركب في الاتجاه بتاعه عشان ما يحصلش مشكله. وبعد كده ظبط الجنط على الميزان كويس جدا عشان الموتوسيكل يمشي على الارض زي السهم. طبعا الناس بقى اللي بتدقق في التفاصيل هيقول لك يا عم رمزي التكشر بتاع الكاوتش دوت مقلوب. لا يا ابو الصحاب، تصميم رسمه الكاوتش ده معمول مخصوص عشان لما تيجي تضرب فرامل في المطر يبقى اقوى والميه تتوزع بعيد عن النص ولا قدر الله ما تتزحلقش بالموتوسيكل. بعد ما خلص المساعدين والكاوتش دخلنا على الجزء اللي بيغير شكل الموتوسيكل كله، وهو طق فيرنج جديد. وشوفوا اللون الازرق الكاندي ده عامل ازاي، لمعه عاليه وتفاصيل تخليك تحسها طالعه من مصنع امبارح او النهارده الصبح، يعني مش متذكر بصراحه. كمان في اجزاء منه فيها رصاصي. بصراحه اللونين دولت مع بعض خلوا شكل الموتوسيكل يروح في حته تانية خالص. ركبوا قطعه قطعه والموضوع كان فيه صعوبه شويه لانه شغال لوحده، وده بيخلي وقت التركيب اطول، بس في الاخر الموضوع مجزي بصراحه. ولما خلص الموتوسيكل بقى عامل زي التحفه الفنيه. طبعا تركيب الفبر ده خد منه الوقت كله بتاع اليوم وده خلاه يخلص متاخر. المهم تاني يوم جه وقت الامتحان، لابس الخوذه وطقم السيفتي بتاعه والجو برو وطلع اخد بيه اول لفه. اول لفه دي كان حاسسها تقيله شويه، لكن بعد ما البايك سخن وبدأ يفتح الصوت والأداء رجعوا زي ما كانوا، والموتوسيكل ماشي ناعم زي الحرير، مفيش أصوات غريبة، والفرامل والكبس والمساعدين كل حاجة حرفيا كانت تمام. وبكده نقدر نقول مشروع الياماها خلص وبنجاح من مستعمرة فران لموتوسيكل شكله جديد ومستعد للشارع وكمان يقدر يدخل بيه التراك. انا عن نفسي بالصحاب بحب اشوف مراحل التصليح بتاعه الموتوسيكلات دي، ولو انت زي كده بتحب تشوف الحاجات دي اكتب لي في الكومنتات، وطبعا ادعمني باللايك زي ما قلت لك. كان معاك رامز ابو زيد، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.